عبد الحليم حافظ في الأهلي؟ هو ده اللي الجماهير قالته تقريبا لما شافت صورة زعلوك في معسكر النمسا. تخيل إن كولر قرر يضم محمد أحمد زعلوك مواليد 2005 عشان يعوض قصة المهاجم الأزلي اللي مش عارفين نضمه لحد دلوقتي. زعلوك اللي عنده 18 سنة كان بيلعب في ناشئين وادي دجلة، والأهلي ضمه علشان يدعم صفوف فريقه في الناشئين، وكولر قرر يضمه لمعسكر النمسا قبل مواجهة اتحاد العاصمة عشان يتفرج عليه ويحسم موقفه من إنه يصعده للفريق الأول. زعلوك مهاجم رقم 9، وبرضه عنده مهارات تخليه يلعب على الجناحين، وسرعته تفيده إنه يبقى جوكر في هجوم الأهلي، وبيلعب برجله الاتنين. ناشئ الأهلي الحالي هداف بالفطرة، وده ظهر لما كان بيلعب في دجلة. وبالمناسبة زعلوك راح فترة معايشة مع سبورتنج لشبونة قبل انضمامه للأهلي. الأهلي حاليا بيعاني من مركز المهاجم، فهل ينجح فعلا كولر إنه يصنع مهاجم جديد للفريق والمنتخب مصر باعتماده على زعلوك، ولا الموضوع هيبقى مجرد تجربة لوجه جديد في معسكر الفريق، ولما يبدأ الموسم مش هنلاقيه مع الأهلي تاني؟ صحيح، زعلوك مهاجم الكل بيتنبأ له بمستقبل باهر في الكرة المصرية، وفي ناس رهنت إنه هيحترف بره مصر كمان، وإن الموضوع مش إنه هيبقى مهاجم الأهلي وبس، لكن الموضوع محتاج فرصة حقيقية عشان يثبت نفسه. السؤال هنا، هل ممكن زعلوك يكون الحل النهائي الكولر اللي يخلي الأهلي يوفر فلوس المهاجم الأجنبي، ولا هيبقى مجرد ناشئ موهوب ويتوه وسط الأعراض بين الأندية؟ خلينا نشوف.